اهلا بيكم في قناتي. انا براس سيد. في فيديو النهارده انا هلم اغلب الحاجات اللي عندي في الاوضه وهنضفها، بس هو مش تنظيف اللي هو ديب او اللي هو تنظيف عادي كل اسبوع يعني، وفي نفس الوقت هشيل شويه حاجات انا ما نستاهلش بقالي 3 شهور حاجات زي كده يعني، وهشيل اغلب الهدوم بتاعتي الا اللي انا هحتاجها قبل ما انقل. فيلا خلينا نبدا. دلوقتي بقى انا بفضي بتاع ده اول حاجه، وحاطط لي بتاعه الارض هنا على طول في الكرتونه. انا برضو الحاجات دي كده انا منظمه حاجتي السنه دي، اظن هو عادي ان انا احطها جوه الكرتونه على طول. انا في كرتونه صغيره بس اشوف احط فيها ايه. عدى ايام بعد يعني ما لميت الحاجات دي. ده شكل الاوضه دلوقتي، هي متلخبطه عشان احنا كان عندنا مشاوير بقى وحوار النقل، اصلا الحاجات دي مش عارفه احطها فين او هعمل فيها ايه بالظبط. وانا دلوقتي هروقها وانضفها. في شويه حاجات على المكتب، وفي الدرج هنا في شويه حاجات لسه متبقيه، وهنا برضو في شويه حاجات. احنا هننقل مثلا بعد اسبوعين او حاجه زي كده، وانا طبعا مش ورايا حاجتي انا بس، انا ورايا البيت، مش انا لوحدي، انا واخواتي هنعمل بيت اكيد هيبقى في شغل تاني، فلازم اخلص الاوضه الاول بعدين بقى اشوف الباقي.
دلوقتي عملت يعتبر نص الأوضة، لمعت الحياة عن الشبابيك وغيرت المراية، وكمان أنا طلعت الهدوم اللي هي الدولاب اللي أنا بلبسها هدوم طبيعية يعني، حطيتها في الشنط، وسبت بس الهدوم اللي أنا هحتاجها لمدة أسبوعين. طبعا أنا ممكن ملبسهمش كلهم بس يعني احتياطي، عشان ساعات بيجي نفسي ألبس حاجة وبعدين ألاقي لا ده أنا سايبها في الشنطة كده، فمش عايزة الموضوع ده يحصل. فأنا سايبة هدوم في الدولاب وشايلة الباقي في الشنط. ودلوقتي بقى في نص الأرض، وفي حاجات بقى إيه ورا السرير وتحت السرير وحاجات كده غريبة هشيلها يعني. دي الهدوم اللي انا سبتها، انا سايبه دول بيجامات ودول هدوم بيت برضو، دول هدوم خروج بلوزات ومطرنات، وهنا حاجات كده غريبه بس انا سايباها وخلاص. وفي الشماعه سايبه القميصين دول لان بعلق الشنطه عشان بستخدمها كتير. وعلى الشماعه بقى دي المفروض ان انا هغسل نص الهدوم دي واحطهم بقى في الشنطه، عشان في هدوم انا ملبستهاش بقالي شهرين مثلا، حاجه زي كده، زي مثلا ايه البلوزه دي كده، هي اصلا كتير قوي مينفعش اشيل منها، واحطه في الغسيل وبعدين احطها جوه شنطتي. ده كان فيديو النهارده. لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وسبسكرايب، واشوفكم المره الجايه ان شاء الله. مع السلامه.